بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد من ايامنا في كلام في الكوره. والنهارده لاول مره اكون زعلان ان الضيف ده معايا عشان هو هيشمت فيا وعشان هيكسبني النهارده مثلا 2-0 3-0 4-0 عادي. كل توقعاته كانت معايا صح، كل الكلام اللي قاله من ايام كاس العالم لمونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه ومشاركه النادي الاهلي كانت صح. والنهارده كلامه اتحقق امبارح برحيل ريبيرو. فمش عارف بصراحه ابدا معاه منين ولا منين، بس خليني ارحب بضيف حضراتكم كابتن رامي سعد نجم نادي الزمالك السابق وعشره العمر وحقك عليا انا اسف خليك خفيف عليا النهارده. مرحب بيك كابتن رامي، شرفني النهارده. حبيبي يا نجم مصر، دايما بتشرف بتواجد معاك. وطبعا النهارده مش هحلك في عشاء انا مش عايز اتكلم مشاوي النهارده بقى. كابتن رامي معزوم على العشاء النهارده يا جماعه، يعني ادعوا لنا بقى ربنا يعيننا على العشوه دي. بتعشى الساعه 2 بالليل يعني. حبيبي يا نجم مصر، حبيبي طبعا ده يشرفني طبعا يا حبيبي. بصراحه يعني والله العظيم ببقى سعيد جدا لما تبقى معايا اخويا. ومن اول حلقه وانا قلت لك انا مقتنع بيك جدا وهتعمل كسر الدنيا، والحمد لله رب العالمين. يعني التاتش وود عشان العروض والحاجات كله بدعمك ان شاء الله خير يا كله بدعمك ومساندتك. لكن ريبيرو خلينا نبدا مع النادي الاهلي. احنا عندنا كلام كتير جدا عن منتخب مصر وعندنا كلام كتير جدا عن نادي الزمالك، لكن خليني ابدا مع انفرادك، مع توقعك، مع رؤيتك التحليليه السليمه. انت من دي 1 وانت قايل ان مش ده بتاع النادي الاهلي، مش هيمشي مع النادي الاهلي حتى لو مدرب حلو مدرب وحش، الراجل ده هيفشل فشل ذريع مع النادي الاهلي. واول مره مدرب اجنبي يعمل النتائج السيئه دي مع النادي الاهلي، يعني ادت في النهايه لرحيله من اول مباراه باتشوكا في المباراه الوديه اللي قبل كاس العالم. واول مباراه في كاس العالم مع ميامي انت قلت لي خلاص ده كتب نهايته وهيمشي من النادي الاهلي. النهارده انت بتكسب الرهان وكلامك صح، ريبيرو مشي. عايزك بقى تقول لي لا احنا يعني اكدنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، في كل حلقات انا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت لو عرفنا بس النهارده انت عارف برضه عشان احنا عندنا يعني شويه ان شاء الله شويه تحديثات وشويه امور الفتره الجايه. هتشوفوا البرنامج بشكل جديد وقناه الحدث اليوم طالعه باطلاله مختلفه جدا جدا الفتره الجايه بقياده معالي النائب محمد اسماعيل مالك القناه ومهندس يحيى مراد. ان شاء الله احنا نعمل شغل عشان نرضي حضراتكم ونطلع في احسن صوره ونقدم لحضراتكم احسن واصدق وادق المعلومات مع افضل محللينا وعلى راسهم كابتن رامي. قول لي قصه ريبيرو وليه ريبيرو فشل؟ ليه كنت شايف ان هو هيفشل؟ احنا بنقول الجمله المشهوره جدا كابتن رامي في تاريخ الرياضه، في تاريخ النقد الرياضي، في تاريخ الانديه كلها، لو عم حارس ربنا يديله الصحه وطول العمر مسك النادي الاهلي هينجح مع النادي الاهلي وياخد بطوله. طبعا في البدايه خالص يعني ريبيرو كان ما عندوش هويه، ما عندوش تاريخ كبير يقدر يقود كم اللاعبين اللي استخدمهم النادي الاهلي الموسم الحالي. نعم. اللعيبه اللي موجوده دي محتاجه حاجتين. مش شرط ان انا اكون مدرب كبير في السن عشان اقدر اجي اقود المجموعه اللي موجوده. نعم. ولكن لابد ان انا اكون عندي محتوى تدريبي عالي، عندي فكر مختلف يقدر يطور من اللعيبه دي. انت عندك واحد زي تريزيجيه لعب في الدوري الانجليزي ولعب في الدوري التركي وعنده باع كبير جدا في الاحتراف. عندك بن رمضان لعب في اكتر من مكان. عندك لعيبه محتاجه قياده حكيمه وقياده عندها شخصيه قويه جدا عشان تقدر تأدي وتقدر تاخد منهم اللي انت محتاجه. فده ما كانش باين على شخصيه ريبيرو من اول مؤتمر صحفي لريبيرو لما بدأ، لما كان رونالدينيو موجود واتصور مع رونالدينيو. تحسه هو داخل حس ان الموضوع كبير عليه. الموضوع ما كانش يعني تحس ان ريبيرو متاخد. هو انا فعلا اللي جايه مره النادي الاهلي اللي هيلعب في كاس عالم للانديه، انا اللي هتصور جنب رونالدينيو. تحس ان الموضوع كبير. ليه؟ لانه هو جاي نفسه كده، ما صدقش نفسه. ليه؟ لانه هو جاي من فنلندا مدرب عام، راح مسك في جنوب افريقيا اورلاندو. الراجل بس والله كان عامل شغل حلو مع اورلاندو براي على قد امكانياته. مش على قد امكانيات النادي الاهلي. النادي الاهلي بطل افريقيا ل 10 او 11 بطوله متتاليه، فيهم 8 بطولات او 9 بطولات متتاليه. النادي الاهلي عنده كل الامكانيات، عنده جمهور كبير جدا هو ما تعرضلوش قبل كده في مسيرته التدريبيه. فده من العوامل اللي هي الدوافع
وفي نفس الوقت بتعمل ضغوط على المدربين. صعد مع اورلاندو كابتن، ما عندوش جمهور قوي زي جمهور النادي الاهلي. عنده شريحه معينه في جنوب افريقيا مش بالكم الكبير اللي موجوده بالنسبه للنادي الاهلي لا طبعا في مصر وفي الوطن العربي. هتقارنها بالنادي الاهلي، لا هيبقى هتظلم كل انديه جنوب افريقيا. فده بالنسبه له كان عامل تحس ان هو اتاخد مش مصدق نفسه. فدي من العوامل اللي هي ايه اثرت على ريبيرو. طيب النهارده لما شفناها في مباراه باتشوكا في المباراه الوديه ما عندوش حلول. انت النهارده مرنت اللعيبه 15 يوم او 20 يوم قبل البطوله ومتفرج على اللعيبه دي ولعبتهم، والمفروض ان انت لعبتهم في افريقيا وكسبتهم، فانت عارف نقط الضعف والقوه للفرقه، لان انت المفروض مذاكرهم كويس. فانت لما تيجي على الفرقه ويجي لك كمان لعيبه جامده والمفروض ان هي تبقى اضافه قويه جدا للفرقه، المفروض يبقى شكل الفرقه متغير والاداء يتغير والنتائج تتغير. فده احنا ما حسيناهوش في مباراه باتشوكا. تحس ان اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه وقعت. فدي احنا قلنا عوامل الطقس والعوامل الجويه ممكن تكون سبب في تغيير اللياقه البدنيه للعيبه. لما بدانا ماتش اول مباراه ماتش انتر ميامي في كاس العالم، وكان يقدر يكسب انتر ميامي بالكرات المرتده بالشغل التاكتكس، يقفل نص الملعب اكتر، يستحوذ على نص الملعب بشكل كبير. لعيبه انتر ميامي ما كانتش مخيفه بالنسبه للنادي الاهلي، لان هي كمان كان بالنسبه لها النادي الاهلي مش معروف، فكانت بالنسبه لهم نازلين اكنهم نازلين يعملوا تقسيمه، خاصه ان هو خسر من باتشوكا اللي هي فرقه برضو مش من الفرق المخيفه في امريكا اللاتينيه. فانا شفت ان كل الاداء بتاعه في بطوله كاس العالم للانديه الحقيقه ما كانتش على قدر كبير جدا. وان هي لن تتماشى، شخصيته لا تتماشى مع النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج مدير فني قوي، يعني ما يبقاش عندك مانويل جوزيه ويجي لك فايلر يعمل لك حاله جامده جدا ويعمل لك شخصيه وهويه للنادي الاهلي كمان مختلفه في اسلوبه وطريقه اللعب، وبعدين تجيب كولر. الحقيقه الراجل مشي لفتره معينه كان جيد جدا مع الفرقه، وبعد كده حصل اخفاق، يمكن تشبع، يمكن ما بقاش عنده حاجه جديده يقدمها، يمكن في ناس كتير قوي اتكلمت عن الموضوع ده. فانا شايف ان النادي الاهلي محتاج حد يكون عنده شخصيه قويه، يكون عنده هويه وشخصيه النادي الاهلي عشان يقدر يضيف ويرجع فريق النادي الاهلي لوضعه الطبيعي. على ذكر الحديث على فايلر، في كلام كتير وفي تقارير بتتكلم على امكانيه او ترشيح فايلر ان هو يرجع النادي الاهلي. لو رجع مع هذه الكوكبه من النجوم، لو رجع في هذا الزخم من الصفقات اللي النادي الاهلي عملها، ينجح فايلر تاني مع النادي الاهلي؟ ممكن، خاصه ان هو كمان مطلوب بقاله فتره. يعني ممكن ينجح مع المجموعه دي. هي مش شرط ان انت نجحت مره ممكن تنجح الثانيه، ممكن تنجح ممكن تفشل. عوامل النجاح وعوامل الفشل اوقات. احنا قلنا الكلام ده كتير، ويمكن كمان انت واحد من الناس اللي قالت الكلام ده يا استاذ كريم، ان كثره النجوم في الفرقه تعمل لك مشاكل. يعني انت النهارده مش ان انا النهارده عندي نجوم كتيره في الفريق معنى كده ان انا هنجح. لا، عملت لريال مدريد بفريق الاحلام مشاكل كبيره، عملت لباريس سان جيرمان مشاكل كبيره، عملت للنادي الاهلي دلوقتي مشاكل كتيره. النادي الاهلي في اسوأ ستارت دوري في تاريخه. فدي من الحاجات المؤثره، وخاصه ان هو كمان يعني انت النهارده بتتكلم عن النادي الاهلي، الجمهور ضاغط على اللعيبه، في لعيبه شكلها الضغط النفسي عامل عبء عليها، وباين ان اللعيبه محمله من كتر. زي مين؟ زيزو. اوكي خليك صريح بقى، زيزو عنده خليك صريح كده وهخش يعني خش في الجد على طول. زيزو ما تلعبنيش. احنا يمكن قلنا هنا قبل كده زيزو هيبوظ طريقه لعب النادي الاهلي. حصل. ليه؟ لان زيزو يمكن جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتقول زيزو اتكشف. الناس دلوقتي بتقول على السوشيال ميديا والجماهير الاهلاويه زيزو اتكشف. زيزو كان مداري في الزمالك، كان النجم الاوحد في الزمالك، فكان واخد وضعه اكتر من كده، كانت الفرقه كلها بتخدم عليه. دلوقتي زيزو هيخدم على بن شرقي، ولا بن شرقي هيخدم على تريزيجيه، ولا تريزيجيه هيخدم على بن رمضان، ولا بن رمضان هيخدم على شريف. مين اللي هيخدم على مين؟ فدي مشكله. ما احنا قلنا بقى كثره النجوم هتعمل مشكله. طب انت النهارده جايب زيزو استلم الكوره يجري في نص الملعب ويطلع على الطرف، بعدين يفاول تلاقيه بيلعب، بعدين كورنر تلاقيه بيلعب، ناصر يروح يلعب ضربه المرمى مكان الشناوي. ده لابد ان يبقى فيه انضباط تكتيكي،
والتزام بالنواحي التكتيكيه، ودي اللي هينجح النادي الاهلي لما يجي لهم مدرب شخصيه زيزو قويه. كان بيعمل ده مع الزمالك وكان ناجح فيه، وكان واخد حريه حركه، وكان واخد فري بوزيشن في الملعب، بيروح زي ما يجي وبيخش ال 18 وبيشوط من بره ال 18، وتلاقيه في اليمين وتلاقيه في الشمال وتلاقيه في وسط الملعب وتلاقيه نازل. مين اللي بيلعب جنبه؟ مع احترامي طبعا للاسماء الكبيره اللي انا ممكن اقولها. نعم. يعني النهارده مصطفى شلبي ولا تريزيجيه ولا بن شرقي؟ لا، تريزيجيه وبن شرقي. نعم. فانت النهارده ما عندكش واحد عنده شخصيه مع النجم. كامل قناعاتي برضو ان مصطفى شلبي لعيب كبير. لا، لعيب كويس، ما انا بقول لك انا الشخصي يعني. لا، ما هو مش لعيب مش وحش. بدل لعب في الزمالك يبقى لعيب كويس اكيد، ولكن ممكن ما يكونش موفق في الزمالك. نعم. لكن انا بتكلم على النجوميه. هو مش في نجوميه تريزيجيه ومش نجوميه بن شرقي. نعم. انا مش بتكلم على الكوره، انا بتكلم عن النجوميه. نعم. فالنجوميه اوقات النهارده يعني مثلا شيكابالا لما ينزل الملعب زيزو هيبقى بيخدم على شيكابالا. نعم. مش شيكابالا هيخدم على نعم. زيزو. نعم. فانا دي وجهه النظر. تمام. فكان زيزو النجم الاوحد في نادي الزمالك. نعم. كل الفرقه بتلعب له وبتخدم عليه. ليه؟ لان هو كان هو اللي عنده الحلول للنادي الزمالك. ميكر هو كان هو اللي عنده الحلول، هو اللي عنده كل الحلول. لكن انت النهارده كل واحد في النادي الاهلي دلوقتي عنده حلول يقدر يقدمها. بس هل المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي تلعب كلها في نفس التوقيت؟ هي دي بقى النقطه. طيب النهارده نص الملعب انت لسه ما رجعلكش امام هيعمل لك مشاكل. نعم. وعندك مروان عطيه لسه راجع هيعمل لك مشاكل. انت عندك كم كبير جدا كل واحد ليه اسمه وعايز يحافظ عليه. مين اللي لما يرجع يعملوا مشاكل؟ امام عاشور هيعمل لك مشاكل لما يرجع، لانه هيجي يلعب. امام هيحل المشاكل، هيجي يحل وهيلعب. فهيعمل لك مشكله. هيلعب مكان مين؟ امام يلعب وبعد كده امام يتحط وبعد كده يحط طب لو مش هيلعب مكان امام دلوقتي بن رمضان ممكن يعمل لك مشكله. زيزو لو ما لعبش يلعب رمضان، يلعب بن رمضان ويلعب بامام عاشور، يلعب الاثنين ويلعب بمين تاني؟ يطلع مين تاني بره؟ يطلع زيزو بره؟ لا مش هيطلع زيزو بره. هيلعب زيزو وينج؟ يلعب زيزو يمين. طب مين اللي هيتضايق ناحيه اليمين؟ عايز توديها كل واحد ما انا بقول لك النهارده كل واحد مش هيلعب هيعمل مشاكل. نعم. النهارده حسين الشحات فين؟ حسين الشحات حسين بينزل قرفان مش عايز يلعب، في مشكله وفي مشاكل. نعم. خلاص كده. طب النهارده تريزيجيه لو فضل يخرج كتير هيعمل مشاكل. بن شرقي لو ما لعبش الفتره الجايه هيعمل مشاكل. نعم. وكثره المشاكل دي ده لازم يلعب بالظبط كده. فهيفك لك بالذات دون عن اي لاعب يعني، هي طبيعته كده. ما لعبتش انا بره المود بالظبط كده. انت بقى محتاج شخصيه قويه قياديه، عنده محتوى تدريبي يقدر يقدمه للعيبه، عنده فكر يقدر يقدمه للعيبه، يقدر يعمل بالانس بقى بين النجوم. يعني النهارده مثلا انا هلعب بفرقه وابدا ادي كل واحد شوط. يعني مثلا انا النهارده عندي 5 تغييرات. هبدا النهارده بتريزيجيه مثلا، يعني انا بتكلم في مثال يعني. هبدا النهارده بتريزيجيه وهنزل بن شرقي الشوط الثاني. لو بن شرقي افضل من تريزيجيه هنزل بن شرقي الماتش اللي بعده. فادي بقى اعمل الحافز، اعمل بقى اخلق الدوافع للعيبه، عايز اعمل منافسه، اخلق منافسه للعيبه. فدي ممكن هيعملها طبعا لما يبقى مدرب كبير وعنده شخصيه كبيره واسم كبير. اللعيبه دي محتاجه اسم اكتر من مدرب عنده محتوى تدريبي. ليه؟ عشان يحترموه وعشان يبقى في جاب كبير قوي في التعامل. لان النهارده احنا لما بنتكلم على نجوميه اي لعيب في منتخب مصر بنتكلم ان في حسام حسن نجم كبير في الكوره، فكله بيعمل حساب لكابتن حسام حسن. فانت النهارده المجموعه الكبيره من اللعيبه اللي انت جايبها دي محتاجه شخصيه قياديه قويه ويكون له اسم كبير. يعني انا سمعت ان في تشافي فرنانديز ممكن يبقى موجود في النادي الاهلي. انا اعتقد لو ديت حصلت هتبقى خطوه كبيره جدا جدا جدا. ممكن ينجح، له باع كبير في الدوري القطري، ممكن يبقى اضافه للنادي الاهلي لو ده حصل فعلا. ده في كلام اتقال امبارح. لو ده حصل هتبقى خطوه كبيره جدا. ليه؟ لان النهارده تشافي كان ماسك برشلونه. انا بزعل من سقف الطموحات لما سواء بقى مسؤولين، سواء وكلاء بيسربوا، سواء ناس محسوبه على النادي الاهلي بتسرب. لان ده حصل قبل مونديال كاس العالم في امريكا، وسمعنا يورجن كلوب. احنا جينا في وقت من الاوقات وكنا بنتكلم، كان يورجن كلوب بيتكلم، الناس بتتكلم على اني مرشح لتولي تدريب النادي الاهلي في المونديال، وفي كلام ان هو يتعاقد معاه فتره المونديال. بس طب ما انت دلوقتي لما تعلي لي سقف طموحاتي وتطلعني 7 سما، وابص الاقي نفسي انا رايح لمدرب نادي اورلاندو واجيب مدرب يلعب 7 مباريات 7 مباريات مع النادي الاهلي، مباراه واحده فوز اعتقد فاركو، 4 مباريات تعادل ومباراتين هزيمه. صحيح. يبقى مش ده خالص مستوى النادي الاهلي. فاتمنى ان يكون في شفافيه. يعني شوف انت بتتكلم في تشافي وبنتكلم في عماد النحاس، كامل الاحترام لكابتن عماد النحاس، كلام يكمل عشان نفس التجربه اللي فاتت، يكمل بشكل مؤقت وتروح تجيب له مدرب اجنبي. طب ما هي برضه ما انت هترجع تعاني من نفس المشكله. المفروض الحلول عند اداره النادي الاهلي
الحلول عند اداره لجنه التخطيط ولجنه الكره اللي شغاله في النادي الاهلي وشركه الكره، ان انت بتتكلم بقى على ان انت معاك وقت ومعاك اريحيه ومعاك فتره تسمح لك ان انت خلاص هتجيب مدرب اجنبي يبقى من دي 1. صحيح. التجربه بتاعت عماد النحاس وكابتن يوسف انه يكملوا تاني، وتروح بقى تجيب لهم بقى تجيب محمد شوقي تاني من زد يمسك معاك مدرب عقبال شويه وعقبال ما تجيب مدرب اجنبي، اعتقد ان ده مش هينجح في النادي الاهلي. يعني تختلف او تتفق معايا هتبقى في مشكله. لا انا اتفق معاك جدا. نعم. على فكره بس دي هتخلق مشاكل الفتره الجايه. خلي بال حضرتك النادي الاهلي ما نجحش في بطوله العالم للانديه بسبب الفراغ الفني اللي حصل بين كولر وبين ريبيرو. الفتره اللي مسك فيها كابتن عماد النحاس حصل فيه فراغ فني، بمعنى كابتن عماد النحاس لما اللعيبه لما مسك اول ماتشين الاعلى سكور عمله النادي الاهلي في الدوري في خلال مسيره الدوري الموسم الماضي، في اول ماتشين عملهم مع كابتن عماد النحاس حوالي 8 اهداف. والناس قالت بس ده احنا كده ماتش الستة ده كده بالظبط كده. فانت النهارده بتتكلم وبعد كده ايه اللي حصل بقى؟ حصل انخفاض للمستوى الفني للعيبه. بس ما خسرش. لا ما هو مش على الخساره بقى، ما انت انا بتكلم ان هو كسب وحقق التارجت وخد الدوري وجاب العلامه الكامله في الست مباريات، جاب اصعب دوري من وجهه نظري انا للنادي الاهلي. خلي بال حضرتك ابعد بطوله الدوري عن النادي الاهلي السنه اللي فاتت النادي الاهلي خد. ساعدوا على كده الزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز. الزمالك كان في المقدمه من زمان. لا بس الزمالك كان في المقدمه يعني وهو بعد نفسه بنفسه، رمى نفسه عن المنافسه بعيد ورمى الفوطه من بدري. بالظبط. وبيراميدز زي ما بيقولوا كده ما كانش عنده النفس الطويل او تركيزه في البطوله الافريقيه عشان نبقى. بس اقول لك على مفاجاه. اتفضل. بيراميدز ممكن يعمل ريمونتادا في الدوري ده. والله بص، هو بيراميدز المحكمه الرياضيه الدوليه بيراميدز انا قلت لك المره اللي فاتت في كلام كتير جدا جدا طبعا. وكل الانباء اللي خارجه والكيس دي موجوده لاول مره بتتناقش وفيها قضيه امام محكمه الدوليه الرياضيه بكل بقى الارهاصات والحيثيات القرار بتاع لجنه الانضباط عندنا ولجنه المسابقات وتصريحات طه عزت وتصريحات الناس اللي طلعت، كل الحاجات بتصب في صالح النادي بيراميدز. هي راحه للبيراميدز، يعني القرار بنسبه 75% الدوري هيتوجه او هيطلع قرار ان الدوري من حق بيراميدز و25% هيفضل مع النادي الاهلي. انا معاك في ده كمان دي معلومات مش توقع او قراءه للمشهد يعني. فخليني اقول لك ان النهارده النادي الاهلي محتاج مدرب قوي. نعم. محتاج ان يبقى عنده من دلوقتي، انت عندك توقف دوري، في خلال التوقف ده يكون في مدير فني جه للنادي الاهلي عشان تقدر تنهض بالفريق وتقدر تنافس على بطوله الدوري السنه دي. نعم. لان انت دلوقتي عندك حاله نفسيه سيئه جدا للعيبه. اكيد. ضغط الجماهيري اللي عامله على اللعيبه وعلى الاداره ده هيأثر كتير جدا على الفرقه. نعم. عشان تخرج من ده، هو الخروج من ده ان هو ياخد جون ادوار من الزمالك اعاره للاهلي. جون عنده مشكله بقى، ده خلينا ربنا يعني خلينا نخلص بس الاهلي وبعدين هنروح لجون وهنروح لفيريرا اللي نفس المشكله ونفس الفكره بالظبط موجوده داخل نادي الزمالك بعد الهزيمه غير المتوقعه بالمره مع ماتش وادي دجله، وعايزه كمان هتكلمني فيه في جزء فني، ولكن هروح معاك لنقطه معرفش ممكن يعني انا قعدت افكر فيها كده. القصه بتاعت محمد الشناوي، هل النادي الاهلي بيفتقد القائد او الكابتن اللي جوه الملعب مش حارس المرمى؟ يعني لو حد في نص الملعب مثلا يبقى كابتن فرقه وحد يعني مدافع، لما كان رامي ربيعه لما كان موجود كمان، لما كان ربيعه، لما كان السوليه موجود جوه الملعب ومع اللعيبه والكلام ده. الشناوي برضو حارس المرمى دي وراجع من فتره وراجع من ظروف صعبه وشوبير بيلعب عليه اساسي والراجل ما كانش مقتنع بيه وتم فرضه على المدرب ولعب وما كانش موفق في الماتشين اللي لعبهم. صحيح. ومفيش كلين شيت في النادي الاهلي وحشه جدا واخطاء تسببت في اهداف في الفرق المنافسه للنادي الاهلي. فهل ده برضو سبب او ينقص النادي الاهلي الفتره الاخيره؟ صحيح. انا اتفق معاك ان في مفيش قائد جوه الملعب يقدر يعمل عمليه التحفيز والتشجيع للعيبه داخل الملعب. ماتش بيراميدز ده مفيش لاعب في النادي الاهلي ياخد 1 من 10. مفيش روح، مفيش لعيبه اصلا. هي مفيش لاعب يعني ما حدش يزعل من الكلام. لعيبه النادي الاهلي ما راحتش الملعب، ما راحتش الاستاد. صحيح. زي لعيبه الزمالك في ماتش دجله. ما كانش فيه ماتش دجله بعد 10 دقايق انت الزمالك مش موجود، ما كانش في حد موجود. الكره بتاعت ناصر منسي دي يا عم خلص الماتش. ناصر ماهر خلص الماتش. صحيح. يعني خلص الماتش خلص. ما فيش ليه؟ لا في روح، لا في دوافع، لا في حوافز، لا في لعيبه خلي بالك انت الماتش اللي قبله كسبانه 1-0 بالعافيه، بس بسبب الاصرار في الشوط الثاني. الشوط الاول كنت سيء، الشوط الثاني لما نزلت ماتش فاركو في الشوط الثاني وبقى عندك الاصرار انك تجيب جول، جبت جول. طيب خلينا مع الاهلي. طبعا انا اتفق معاك طبعا على ان مفيش قائد داخل الملعب. وهقول لك على حاجه مفاجاه بقى. قول. النهارده عندنا مشكله
لازم يعالجها نادي الزمالك ونادي الاهلي. مشكله كبيره جدا، وهي كده انت هتتكلم حاجه فنيه كوره. ابناء النادي، لاعب اللي جوه النادي اللي جوه الفريق وابن النادي بيبقى عنده دوافع لعدم الخساره اكتر من اللعيب اللي جاي من بره. يعني طيب النهارده لما بتشوف انت عندي النقطه دي، يعني انا النهارده نقف بس بالراحه، ما تاخدنيش في دوك. انا عايز اكسب اي بونت النهارده، يمكن نغير العشاء. دي اتفق معاك، قد تكون ناجحه في نادي الزمالك، لكن في النادي الاهلي، ما النادي الاهلي على مدار تاريخه طول عمره بيجيب لعيبه من بره. فتره مانويل الجوزيه كل لعيبه الاسماعيلي، كل لعيبه الانديه الاخرى هي اللي صنعت الامجاد وهي اللي جابت البطولات وهي اللي عملت كل حاجه. لو جيت في نادي الزمالك انا هتفق معاك في الزمالك وهختلف معاك في الاهلي. اتفضل. طيب خليني اقول لك ان لما الاهلي بيتعرض لوعكه صحيه زي ما بيقولوا، خلاص كده الوعكه دي مين اللي بيعيط فيها في الملعب؟ اكيد دول ابناء النادي. وفي الزمالك محمد هاني، في الزمالك انا شاهد على بكاء اوباما، وشاهد على بكاء عمر جابر، وشاهد على بكاء جنش قبل كده، وشاهد. انا بتكلم على اللعيبه اللي انا يعني بحسها بجد بصراحه. فخليني اقول لك النهارده لما بيبقوا ابناء النادي بيبقى عنده قلب وعنده حميه وعنده غيره على النادي. فده سبب من اسباب ان مفيش 3 4 5 داخل فرقه النادي الاهلي او نادي الزمالك من ابناء النادي او من قطاع ناشئين النادي الاهلي اتمرمطوا في النادي وعارفين قيمه التيشيرت اللي هو لابسه. دي مأثره كتير جدا على اداء الاهلي والزمالك. فانا شايف ان الاهلي يفتقد الكابتن القائد داخل الملعب، لان الحقيقه الشناوي بيمر بظروف صعبه جدا وقاسيه جدا نفسيا من بدايه الدوري، يمكن من قدوم الراجل ده من بعد كاس العالم للانديه، وفي وفاه والده برضه طبعا الحادث الاليم ربنا يرحمه ويحسن اليه ويجعله في اعلى درجات الجنه. فده طبعا هو نفسيا مش افضل حاله. يمكن هم لعبوا المباراه اللي فاتت على حساب مصطفى شوبير عشان يخرجوه من الحاله النفسيه اللي هو فيها ويروح المنتخب عشان يبقى عمليه تحفيز ليه ودعم ليه، وانا شايفها ان هي حاجه جيده الحقيقه. هو هيبقى الحارس الاول للمنتخب، خد بالك. طبعا ما حدش يختلف على الشناوي ان هو جول جامد وجول مميز، بس كان في حاجه في الاختيارات ما عجبتنيش. هنرجع لها بس خلينا اقول الاول ان الشناوي عامل مباراه الاهلي جامد جدا. احمد الشناوي بتاع بيراميدز عامل مباراه الاهلي وبيراميدز جامد جدا. ازاي ما اروحش منتخب مصر؟ فخلينا نرجع للاهلي تاني زي ما حضرتك بتتكلم. احنا بنتكلم في الاهلي بس يعني دي خدتنا نقطه اثيرت، يعني هي مرتبطه بالنادي الاهلي، لان المباراه برضو الشناوي انا اتكلمت فيها امبارح مع الزميل شريف اسلام بصراحه، برضو يعني عجبني ان هو اثار هذه النقطه، ان الشناوي هو موجود مع منتخب كابتن حلمي طولان، المنتخب اللي هيلاعب في بطوله العرب، لكن وجوده حقه. الشناوي بعيد جدا وكان عنده اخطاء كارثيه، وكان عنده مواسم صفريه، وكان عنده كل حاجه غلط. فلما يرجع ويبقى رقم واحد ويبقى سبب ان فريقه يطلع كسبان النادي الاهلي في وقت زي ده وفي توقيت زي ده 2-0، وهو السبب اللي هو حافظ على في واحده ما يطلعهاش حارس خالص. لا جول مليون في المية برضه، جول مليون في المية اللي هو ما حدش طلعها غير واحمد الشناوي من الحراس اللي هي الموهوبه. هو اثر في حق اثر في حق نفسه واخطا في حق نفسه جداً. ويتحمل مسؤوليه نفسه في الوضع اللي هو فيه دلوقتي. بيعترف بده بالظبط. فالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي انا شايف ان هو يفتقد القائد داخل الملعب. النادي الاهلي يفتقد لمدير فني قوي، عنده شخصيه قويه، عنده اسم كبير يقدر يبقى فيه ضبط للنجوم يحترموه ويقدروه. نعم. طيب اللي جاي للنادي الاهلي، ولو هترشح مدرب النادي الاهلي سريعا، مدارس كثيره جدا على راسها كابتن حسام البدري، تكمله بكابتن عماد النحاس وكابتن يوسف، ولو التجربه نجحت تكمل زي ما حصلت قبل كده. مدرب اجنبي، ولو مدرب اجنبي ترشح مين؟ كابتن حسام البدري ما ينفعش مع المجموعه اللي موجوده. كابتن حسام البدري ما بيعرفش يتعامل مع النجوم، وكان عنده مشكله كبيره جدا مع حسام غالي ومع عماد متعب. يا كابتن مصر انت لسه بتقول لي الاهلي محتاج مدرب شخصيه ومدرب يعرف يفرق. اسم كبير. كابتن حسام البدري ده يا كابتن مصر، حسام البدري يقدر يسيطر على 10 انا ما قلتش ما يسيطرش، 10 اضعاف اللي موجودين. انا ما قلتش ما يسيطرش، ده سيطر على ده متعب. انا ما قلتش كابتن حسام البدري قعد متعب. انا ما قلتش ما يسيطرش. طب امال قلت ايه معاك؟ انا قلت ما بيعرفش يتعامل مع النجوم، يعني هيدخل في صدامات طول الوقت معاهم، بس هو في الاخر هيفرض رايه ويفرض قراره، فبناء عليه هينجح. هيفرض رايه، بس هتخسر لعيبه كتير جدا في الفرقه. يعني حسام البدري ممكن يجي يلعب بالفرقه الثانيه. ما اعتقدش يا كابتن، صدقني. ما هو ده حصلت مع متعب وحسام غالي. حسام غالي بطل بسببه، ومتعب بطل بسببه. ليه؟ ما هو ده انا بقول ده هو كان صح في الاخر. هو ما بيعرفش يتعامل. لا متعب كان عنده فتره. متعب كان عنده فتره بسبب عدم مشاركته الكتيره. تأثر. لا ما تاثرش طبعا. الفرقه اتاثرت، خد البطوله الافريقيه البطولات قلت،
لا الراجل عمل التارجت، مجلس الاداره ما قدرش يقول له تلت التلاته كام. ما عشان انجح كده يا باشا باي معطيات معاك انجح. عشان كده انا دلوقتي لو يانيك فيريرا جاب فرقه 2005 ولعب بيها وادي دجله وكسب، هعمل له تعظيم سلام طبعا. ما دام يا باشا حققت التارجت وكسبت انا معاك. بس ممكن تبقى نتيجه عكسيه في الاخر. ما خلاص بقى هيتحمل هو. طب ما هو عشان كابتن حسام البدري نجحت. فانا عشان اقول لك عشان بس نديله حقه. ما هو انا ما قلتلكش هو مدرب وحش. لا ماشي. كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري من افضل المدربين في مصر. نعم. ومن احسن المدربين اللي معاه لايسنس في مصر. تمام. وراجل عامل نتائج جامده جدا 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 في ليبيا. نعم. وعمل نتائج كويسه في العراق. نعم. ومدرب من المدربين الجيدين جدا، ما حدش يقدر يختلف على ده. تمام. ولكن انا بتكلم في كم اللعيبه اللي ليها اسماء كبيره موجوده في الاهلي دلوقتي. كابتن حسام البدري هيحصل يعني صدمات كتيره جدا. نجيب له يجيبوا له سيد ابو حفيظ. اولها زيزو. يجيبوا له كابتن سيد ابو حفيظ. يعالجوا لا يلم له المشاكل اللي هي بتاعت اللي انت خايف منها دي. يعني ما اعتقدش ان كابتن سيد ابو حفيظ يرجع في البوزيشن ده تاني. ممكن يبقوا هيحطوه في حاجه تانيه. ولكن ممكن مدرب عماد النحاس وكابتن يوسف يكملوا؟ لا خالص ولا حتى بشكل مؤقت في الدوري. ما انت لسه برضه ماتشين ولا ثلاثه ماشي. ماتشين او ثلاثه يعني حتى البدايات البطوله الافريقيه ماتشين او ثلاثه. بس الجمهور مش هيستحملك لو خسرت. مش هيستحملك. بص جمهور الاهلي ما بيستحملش. جمهور الاهلي نزل اتخانق مع اللعيبه داخل التتش عشان حسوا ان الدوري بيروح. هو التسريبات اللي خارجه من النادي الاهلي ان كابتن عماد النحاس هيكمل بشكل مؤقت، وطول ما هو ماشي كويس احنا في السليم. ما اعتقدش. دي حاجات طالعه من النادي الاهلي، واتقالت كمان على قناه الاهلي. لسه احمد بيقول لي كمان ده نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، ان هم بلغوه لحد ما يتم التعاقد مع مدرب اجنبي. دلوقتي ما فيش مدير فني. مين اللي هيمرن الفرقه؟ هتسيب الفرقه دي في الشارع؟ ليه كابتن عماد يدرب؟ طيب ما هو عشان كده بقول لك كابتن عماد هيدرب الفرقه مفيش مشكله. كمدير فني مؤقت. ما هو مدير فني مؤقت قد ايه؟ ماتشين ثلاثه ماكسيموم. ما لعب 6 مباريات. 6 مباريات بس خلي بالك اخر 3 ماتشات ما كانش نتائج الاهلي كويسه. الاهلي كان بيكسب بالعافيه وتعادل الاثنين. اخر 3 ماتشات لعماد النحاس اداء وحش جدا. ماشي. وخلي بالك انا هرجع اقول لك تاني. طيب. سبب الفراغ سبب سقوط وهبوط اللياقه البدنيه لفريق النادي الاهلي في بطوله الكاس العالم للانديه كان هي المرحله دي. لان المرحله دي كانت اهم مرحله ان هو ينهي قوي عشان يروح بطوله العالم للانديه بشكل اقوى. تمام. لو مدرب اجنبي ترشح مين؟ والله لو هم بيقولوا على تشافي ده تبقى نقله نوعيه مش طبيعيه. الاهلي يقدر يجيبه، خلي بالك يقدر يجيبه ونص يقدر يجيبه. يعني عنده الامكانيات اللي يقدر يعمل ده. مدربين في وقت من الاوقات في نفس التوقيت الشهرين 3 اللي فاتوا، وهيدفع ل3 ما عندوش مشكله. حل ازمه كولر يعني. ودلوقتي هيدفع ل3 ما عندوش مشكله. يعني النادي الاهلي عنده الامكانيات انه يدفع طبعا. ما هو بص النادي الاهلي دايما بيشتكي برضه ان عنده مشكله في توفير العمله الصعبه وتوفير الدولار. يعني انا شايف ان ممكن فايلر يبقى افضل اسم. برضه مش هيجي عشان خاطر ان هو دلوقتي الارتباط الدوري المصري وبطوله افريقيا ما اعتقد. هو في كلام مع جوميز مدرب الزمالك السابق والنادي دي بصراحه بقى تبقى ضربه معلم. هو كل مشكله كل مشكله الاهلي ينجح مع اي نادي، مش ما بالك بقى النادي الاهلي. كل مشكله الاهلي في جوميز اعتقد احمد مجدي. تواجد احمد مجدي في الجهاز كان هم كانوا بيتكلموا معاه قبل ما يجيبوا ريبيرو، ولكن كان هو الراجل متمسك بالمدرب العام بتاعه احمد مجدي. وطبعا احنا عارفين ان احمد مجدي واحد من ابناء النادي الاهلي وساب النادي الاهلي. لا في الاول واحد من ابناء النادي الاهلي. هو دلوقتي ما يرجعش عشان الزمالك بس. وبعدين احترف في اليونان وبعدين رجع من اليونان على الزمالك. ودي كانت عمليه النادي الاهلي يعني عنده غضب شديد وجماهيره. هي لو هي المشكله في دي بس بعتبر ان جوميز جه واحمد ما جاش. فهم عندهم النادي الاهلي مش هيغلب في حاجه زي دي يا باشا. عندهم جوميز وعندهم فايلر. فايلر هم كلموه برضو من فتره وراجل مرحب، واعتقد ان فايلر افضل من جوميز. بس فايلر مني عشان ظروفه الاسريه وزوجته ان مش هينفع ان هو يكون متواجد هنا، فدي ما اعتقد ان هو مش هيرجع للتجربه تاني. طيب خلينا كابتن رامي نروح سريعا لنادي الزمالك. وانا عارف ان انت زعلان جدا من النتيجه هارد لك. يعني دجله عمل مباراه استحق ان هو يفوز على نادي الزمالك، وعطل نادي الزمالك في توقيت صعب جدا جدا جدا. صدر كميه مشاكل. انت التايم لاين كله النهارده ما فيش حد في الزمالك بيتكلم غير على رحيل فيريرا طلع اجازه. هيوحشنا. لا هيرجع فيريرا. انا بقول لك يعني معلوماتي ان هو مكمل واداره الكره متمسكه بيه لسبب واحد، ان ده كابتن رامي تجربه. انا هخليك تتكلم فني وتتكلم طرق لعب وتتكلم تدريب عشان برضو الصوره توضح لكل جماهير نادي الزمالك. اي نعم عنده اخطاء، ما قدمش المردود الجيد، لكن انت بتتكلم في تجربه وبتتكلم في حاجه لسه بدري اول حكم عليها.
قد يكون النتائج مزعلانه، او قد تكون جماهير الزمالك مش راضيه على الاداء، على توظيف اللعيبه، على الصفقات، على لغه وحديث المدرب في المؤتمرات الصحفيه، وتصدير مشاكل كل مؤتمر بمشكله مع لاعب. طب وده يبقى ده مدرب كويس؟ مش انا هسيب حضرتك، انا بقول لك النقط السلبيه اللي فيه، وهسيب حضرتك تستفيد في هذا الامر. لكن انا بتكلم في ايه؟ ان نادي الزمالك كابتن رامي له طبيعه خاصه لما بيخش في قصه تغيير مدربين بعد 4 و5 مباريات. اعرف ان نادي الزمالك الموسم ده هيتعاقب على تدريبه من 5 ل6 مدربين، ما بين رسمي ومؤقت ومباراه وافريقيا واجنبي ومحلي ومدرب عام هيتعاقب عليه. وده اللي انا خايف منه. نادي الزمالك لما بيخش في مشاكل اداريه بتنعكس طرديا، لا مفيش بص القاعده دي ملهاش استثناء. في مشاكل حصلت فوق الهرم كله بيقع. طب ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. يانيك فيريرا مش هيرجع تاني. يحفظ الفيديو ده يا عم احمد يا عادل. احمد عادل اللي يحفظ في الفيديوهات بس. احمد شغال ماشي. فيريرا مش هيرجع تاني، ونادي الزمالك معلومه كابتن رامي ولا توقع؟ خلينا نقول خلينا نقول يا كابتن رامي احنا دايما عشان خاطر الايام بيننا. يا كابتن رامي معلومه ولا رغبه وتمني؟ فاكر قلنا ايه على ريبيرو في اخر الحلقه اللي قبل اللي فاتت؟ احنا كنا بنتكلم على ريبيرو. قلنا كابتن رامي بس عشان اوضح نقطه مهمه لحضراتكم، ده ممكن مثلا هو مش متواجد في اي منصب داخل نادي الزمالك، لكن ممكن تلاقيه في اقل يوم بالنسبه له داخل نادي الزمالك 8 ساعات. صحيح. ومن اداره للعمال للناشئين، كل الناس على تواصل معاه، وهو عنده هوس بنادي الزمالك، عنده افيون نادي الزمالك، ده بالنسبه له هو ده اللي بيظبط له دماغه يعني. صحيح. فمعلومه ولا توقع وتمني؟ الاثنين 3. معلومه وتوقع وتمني. انت كارهه. لا مش كارهه. بص انا هقول لك على حاجه، احنا خلينا نتفق يا عم احمد. انا اللي بخسر في خلينا مفيش رهان دي على فكره. لا هنتراهن. يكمل ما يكملش ماليش دعوه. لا دي بص هتبقى غدا عشان ايه؟ او فطار خفيف. لا انا ما بحبش اخسر. يانيك فيريرا مش هيرجع من بره. انا بقول لك هو موجود مباراه. انا بقول لك موجود مباراه المصري. استاذ ممدوح عباس باشا، استاذ ممدوح عباس هيدفع الشرط الجزائي للراجل وهيرحل. وهيجي مدرب مصري بنسبه كبيره. وفي كلام، قول لي اسمه بقى. في كلام على كابتن طارق مصطفى. هو تقريبا هيمشي من البنك. هو مشي خلاص من البنك. مشي بقى ايمن رمادي خلاص. كابتن طارق ايمن رمادي صح؟ اعتذر. اعتذر وحصل توافق بين الاداره، والراجل حس ان الامور السنه دي مش تبقى ماشيه معاه بشكل جيد كابتن طارق. فالراجل اتكلم مع الاداره ان هو حاسس ان هو مش قادر، اللعيبه مش قادره تأدي اللي هو عايزه، وهو مش قادر يتأقلم معاهم الفتره دي، فحب ان هو يريح نفسه الفتره دي. فاعتقد ان هو واحد من المطروحين بقوه الفتره دي. مؤمن سليمان مطروح بقوه جامده جدا والله. وعايز اقول لك انا يمكن كان احمد عادل بيكلمني دلوقتي، وانا لو يانيك فيريرا هيمشي وهترجع تجيب مؤمن سليمان ماشيين النهارده طبعا. واحنا انا واحمد بنتكلم، احمد عادل بنتكلم بره، فبيقول لي مين اللي ممكن يجي لو هو مشي؟ قلت له مؤمن سليمان افضل واحد يجي دلوقتي. مؤمن سليمان عنده حاجتين مهمين قوي الحقيقه. مدرب شاطر جدا قوي، بيحب شغله جدا، دقيق جدا، بتاع شغل بس. التفاصيل عنده بتاع شغل بس. نفس المدرسه الاوروبيه، نفس التفاصيل والدقه والتركيز في كل حاجه، كل حاجه لازم تبقى مظبوطه. وشديد ولذيذ الاثنين مع بعض. وفنيا لا هو ده بقى، الله اكبر. ده بقى اللي انا بكلمك فيه. لما يجي لك مدرب الناحيه الفنيه عنده عاليه، فانت بتقدر وانت بتتفرج عليه. يعني النهارده لما راح جوارديولا يمسك برشلونه وهو لسه مبطل، وكان ماسك فرقه ال20 سنه ولا 21 سنه، ويطلع يمسك برشلونه فريق اول، ويمشي ايتو ويمشي رونالدينيو وبعدين يمشي ابراهيموفيتش، وعمل تغيير جذري للنادي وطور في النادي وخد كل البطولات مع برشلونه. ليه؟ لانه عنده ماده يقدر يضيفها، وعنده تعليمات يقدر يضيفها للعيبه، فاللعيبه بتسمع وبتتعلم وبتبقى مبسوطه وانت بتتكلم معاهم. مؤمن سليمان واحد من الناس دي اللي يقدر يطور ويقدر يبتكر في علم التدريب، وفي نفس الوقت شخصيه قويه وشخصيه لذيذه تقدر تتعامل معاه. فانا اتمنى زي ما انت بتتمنى كده، انا اتمنى فعلا ان كابتن مؤمن سليمان يرجع ويمسك فرقه نادي الزمالك في الفتره الحاليه. عنده مجموعه جيده يقدر يجهزهم هو، ويقدر يكيفهم زي ما هو عايز على طريقته واسلوب لعبه. ممكن نشوف كره مختلفه مع مؤمن سليمان لو رجع. طيب
فيريرا مش راجع. حلو، فيريرا مش راجع. فيريرا مش راجع. فيريرا سجل يا عم احمد يا عادل. لا مش سجل، هو خلاص رهان تاني برضه. عاش. فيريرا هيرجع، يعني فيريرا راجع. ماشي. وهيكون مباراه المصري. ماشي. ما بعد المصري انا مش مسؤول. لا هو مش هيجي اصلا من بره. حلو. الرهان دلوقتي على المباراه القادمه. ماشي. بعد فتره الاجازه ماشي. دي الراجل راجع ماشي. يكون شغله، ماشي. ويكمل مسيرته، يكمل خطته، ويكمل البلان بتاعه لحين مباراه المصري. لا قدر الله الزمالك تعثر امام المصري، يانيك فيريرا بره. الزمالك تخطى المصري وكسب ورجع واستعاد توازنه، فيريرا بيتم تجديد الثقه فيه ومنحه كافه الصلاحيات والاستمرار مع نادي الزمالك. وده الرهان اللي بيني وبين كابتن رامي ماشي. من حلقه النهارده لحد يوم بقى 13 او يوم 15 سبتمبر. صح كده؟ انا موافق. تمام. خلاص كده انا موافق. بس انا بقول لك يانيك فيريرا مش هيرجع من بره، وهيدفع له الشهرين بتوعه $80,000 هو وجهازه، ونقول لهم مع السلامه. خلاص كده. دي وجهه وهيجي ده طبعا راي حضرتك وانا ما اقدرش احكي على رايك. وهيجي مدرب جديد هيقود مباراه المصري القادمه. اجنبي ولا مصري؟ مصري. وبعد ويكمل ولا ويكمل يعني سواء كابتن مؤمن سواء كابتن طارق مصطفى يكمل. مصري ويكمل. نعم. طيب ايه بقى المؤاخذات الفنيه اللي انت بتاخدها على يانيك فيريرا، وسريعا عشان الحق اروح لقائمه المنتخب؟ اول حاجه نادي الزمالك في كل المباريات اللي بداها في الدوري في الاربع اسابيع اللي اشتغلناهم كان بيشتغل اول 10 دقائق بشكل قوي جدا. نعم. ما عدا مباراه فاركو. مباراه فاركو المباراه الوحيده اللي الزمالك بداها وحش ونهاها كويس. فكان بيعمل ايه؟ احنا عندنا مشاكل في النواحي البدنيه للعيبه. النواحي البدنيه انت تحس ان في مشاكل في نص الملعب. ده مش ظاهر على عبد الله السعيد اكبر لاعب في الفرقه. لا ما في ظاهر. انت خلي بالك في وقت من الاوقات مش ظاهر على عبد الله. لا هو اصل عبد الله خلي بالك بيلعب. عبد الله ذكي. عبد الله السعيد انت لو عندك 3 4 زي عبد الله السعيد يعني انا كنت واحد من الناس اللي كانت بتفضل ان طارق حامد يبدا السنه دي مع نادي الزمالك. وانا والله كان شال نص ملعب نادي الزمالك قلت الكلام ده والله، وجمعتني والله جلسه، ويمكن قلتها في البرنامج. انا كنت في حلقه، كنت انا كنت حلقه لوحدي يعني ما كانش معايا ضيف، ونشدت واتكلمت، وجمعتني جلسه بجون ادوارد، وقلت له حتى لو انت بتنزل باعمار اللاعبين هات طارق السنه دي، هات طارق يظبط لك كل العك اللي هيحصل. مهما جبت من صفقات، والله ما كان لسه خلص شيكو بنزا، لا كان شيكو بنزا خلص، ما كانش خلص عدي، وما كانش خلص ادم كايد، وما كانش خلص جوان اليفينا. قلت له لو انتوا بتشتغلوا لمصلحه نادي الزمالك هات المسمار ده، هات رقم 6 ده حطه، ده هات الجرينتا دي حطها هنا، حطها في نص الملعب، وبعد كده يجرى ما يجرى. ده طارق هتلاقيه بيشوط يجيب جون، وبيطلع من جوه تحت الخط المرمى بتاع عواد بيطلع لك الكره من جوه الجون. فانت كان نادي الزمالك والله العظيم انا بحييك ان انت اثرت النقطه دي. الزمالك كان محتاج طارق حامد باي شكل. دي حقيقه. فخلينا نقول ان الزمالك عنده مشاكل فنيه داخل الملعب. نعم. الراجل مش قادر يقراها. الصفقات الجديده اللي في نص الملعب فين؟ مش لاقيها. انت بتعتمد على دونجا ومحمد شحاته للناس اللي من السنه اللي فاتت. فين الصفقات اللي في نص الملعب اللي موجوده؟ مفيش. الاثنين مدافعين عندك معاهم مشاكل. حسام عبد المجيد مش في افضل حالاته السنه دي، مش عارف بادئ السيزون بعد العروض وانا عايز امشي وانا عايز اروح والاغراءات الماليه اللي احنا داخلين فيها. نعم. فحسام عبد المجيد في اسوأ حالاته. الونش مش في افضل حالاته، بان قوي في اخر مباراه وعدم التركيز وخروجه عن التركيز. نعم. وطرد ملوش اي 60 لازمه. فالفرقه بتعيش الحاله الذهنيه مش افضل حاجه. الحاله البدنيه مش افضل حاجه. ما هي الحاله الذهنيه دي بتقل عند اللعيبه، وعدم تركيز اللعيبه بيقل امتى؟ لما المجهود البدني بيقل. ليه؟ لان الاكتمال البدني بيعلي النواحي الذهنيه، يخلي اللعيب بيبقى وهو بيلعب ما بيتحسش ان المجهود بتاعه باين عليه. فالنواحي الذهنيه عند اللعيبه مش في افضل حالتها، واللياقه البدنيه مش افضل حالتها. والاخ فيريرا قاعد بره بيتفرج زينا، قاعد على الكرسي عمال قاعد بس يتفرج علينا وخلاص على كده. فدي اثرت كتير جدا ان هو ما عندوش حلول داخل الملعب وخارج الملعب. نعم. هو راجل النهارده لما تجيب احمد فتوح من الدار للنار وتبدا بيه مباراه، انت حسست اللعيبه ان مباراه فاركو اصلا مباراه ملهاش لازمه. طب فتوح انت يعني تعليقك على فتوح لياقته البدنيه، ما احنا لسه بنقول اهو النواحي البدنيه لما تبقى قليله. فتوح لعيب مهاري عالمي ولاعيب جامد جدا لا يضاهى، وكوره ما فيهاش كلام. بدنيا صفر. احمد فتوح بدنيا صفر، وبان في الجول الثاني لنادي وادي دجله. استلام بعدم تركيز، بباص من غير ما يشوف، وعدم رؤيه. ده بيبان ايه للاعب؟ باين اللعيب مش مكتمل بدنيا. فازاي ان انا جازف بيه
وابدا احطه وعايز احطه بالعافيه، ده غلط. النهارده عشان انا لازم اكون امين واحافظ على اللاعب بتاعي. فلو لما ده بيحصل بيدي لك دلالات تانية ان في حد بيدير المدير الفني، او جايبه عشان يلاعب لعيبه معينه، او جايبه عشان يقول له ده يلعب وده ما يلعبش، جايبه عشان يخرج الجزيري بره، جايبه عشان يخرج احمد حمدي اللي احنا بنستناه بقى لنا سنتين يخرجه بره اللعب خالص. الماتش اللي فات كابتن مش احسن حاجه، مش ما انت مخلص عليه. راجع من بعيد. لا هو كان المفروض يبدا. احمد حمدي كان المفروض يبدا. احنا بنتكلم قبل الهوا على امام عاشور وقصه امام عاشور، وهنروح لها في سكه في حته المنتخب اللي احنا هنتكلم فيه. احمد حمدي بقى له سنه مصاب، بقى له سنه مصاب وجاهز، جاهز من قبل الدوري، والناس اتكلمت ان هو جاهزيته 100% وان هو كان يبدا. الراجل قبل الدوري قال لك خروجه فني. هو فيريرا بيحب ويكره وعنده مش ممكن فييرا، ممكن ما يكونش فييرا، ممكن يكون حد بيقوده ويقول له احنا مش عايزين ده دلوقتي، ما تلعبوش، خلينا في حد تاني. انا معاك، ده ممكن يكون في الجزيره. ما ممكن يكون في الجزيره، لكن مش في احمد حمدي. لا احمد حمدي المشكله اللي اثيرت موضوع ان هو عايز يسافر بره عشان يطمن على نفسه. ممكن كده هتخليني بقى اروح لسكه الاداره. ما هي الاداره. طب انا بتكلم في الاداره وانا ما بتكلمش فيه. يبقى كده عندهم مش هو مين اللي هيكلم؟ هو مين اللي هيكلم المدير الفني غير الاداره؟ الاداره طبعا. نعم. انا النهارده اعتقد ان احنا عندنا صفقات، احنا ما شفناش غير صفقتين وفي اتنين بيلعبوا انا مش حاسسهم. نعم. يعني ادم كايد انا مش حاسه عشان توظيفه غلط خلاص كده، وعشان برضو ما بياخدش صح، والراجل ده مش عارف يستغله. خليني اقول لك ان ادم كايد ما لعبش وينجر، يلعب 8. نعم. وخليني اقول لك ان عداد الدباغ احنا كنا بنقول ان هو، عشان احنا برضو احنا اتكلمنا عليه وقلنا ان هو اضافه لنادي الزمالك لو في الحاله البدنيه وامكانياته اللي احنا شفناها في السابق. نعم. لكن عداد الدباغ الحقيقه بدنيا مش قادر، تحس ان هو عنده تقل وهو بيجري، مش افضل حاجه. هو الولد عنده كوره كويسه. نعم. ولكن انا معاك جدا في موضوع الجانب البدني ده، في مشكله في النادي الزمالك. فاحنا محتاجين يبقى نادي الزمالك يحاول بسرعه يتعاقد مع معد بدني على مستوى عالي يقدر يجهز الفرقه، لان النواحي البدنيه اهم حاجه في كره القدم. في حد اتعين ده كان بتاع الطايره، اللي هو تبع الكابتن هشام نصر، اللي هو اللي عليه مشكله في كل مره في مشكله. يا كريم احنا انت مصر على واحد مش عارف اسمه يا احمد، تحس ان هو ليه فلوس عند نادي الزمالك فمش عارفين يمشوه، ما اعرفش بصراحه، مش فاهم. في حاجه غريبه في الموضوع. ما انا بقول لك يعني انت النهارده لدرجه ان البعض كمان ربطها ان في ناس، يعني واحد زي كابتن هشام نصر رئيس النادي عايز يبقى له حد جوه، يبقى له حد في الجهاز، كل واحد يبقى له واحد، يعني الامور دي كانت بتحصل. عشان كده احنا بنتكلم النهارده. المفروض ان جون جه، اسمه شعلان او اسمه جون لما جه المفروض انت طيرت حتى العمال بتوع التدليك مشيتهم، فانت جيت على ده ومش عايز تمشيه ليه؟ هو ده اتفرج عليه، هو مفيش حاجه اسمها اتفرج عليه. هو انا بقول لك هو انا النهارده لما الفرقه تفشل، مدرب الاحمال يا احمد عادل، اسمه ايه في النادي النهارده لما الفرقه تفشل مين اللي هيشيل؟ الجهاز الفني جون ادوارد. طبعا جون ادوارد. انا لسه بقول لك ولا مدير فني ولا اداره ولا اي حد. التجربه كلها هتحسب يا باشا عليه او تحسب له. النهارده هم راميين جون في النار لوحده. خلينا نتكلم كده قولا واحدا. هم جابوا جون ورموه في النار لوحده، وعيش حياتك. اول ما هيبقى في فشل هيتعلق على جون، والاداره يقول لك احنا جبنا لكم واحد هو اللي كان هيطور وهيعمل وجاب صفقات خلاص. فانا شايف ان النهارده اول حاجه لازم تتعاقد مع معد بدني على مستوى عالي. يجهز فرقه نادي الزمالك، لان نادي الزمالك عنده مشاكل في النواحي البدنيه واللعيبه مش قادره تأدي بشكل جامد. عندك اسبوعين تقدر تجهز الفرقه فيهم. نحمد ربنا ان التوقف ده حصل دلوقتي، نحمد ربنا بجد. 5 ايام منهم اجازه اصلا، خدوا 4 ايام اجازه عشان يستجموا عشان الخساره والبعد عن الجمهور. واصلا هم عاملين حاجه، خلي بالك انا معاهم ان هم عاملين حاجه كويسه جدا. ان هو بعد اللعيبه عن ضغط اعضاء النادي والجمهور. طبعا. يعني اللعيب بيجي من بره فما بيتعرضش بقى لمشادات داخل النادي، مضايقات داخل النادي، فالمفروض ان هم يبقى الحاله النفسيه اعلى من كده. نعم. طيب خلينا نروح لمنتخب مصر، مباراه اثيوبيا وبوركينا فاسو، مباراتين مهمين جدا لكابتن حسام حسن. كل الدعم وكل التوفيق لكابتن حسام حسن، لكن انا عارف ان انت لك مؤاخذات على بعض الاختيارات في القائمه التي تم اعلانها. حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، البلعوطي، ومحمد صبحي من نادي الزمالك، رامي ربيعه، خالد صبحي، عاصم عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، ربيعه، ومحمد هاني، احمد عيد، ومحمد حمدي، واحمد نبيل كوكا. هتقف انت عند كوكا دي انا عارف. خط النص حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطيه، هتقف عند مروان عطيه، محمود صابر، مهند لاشين، احمد زيزو،
تريزيجيه، عمر مرموش، ابراهيم عادل، ونجم العالم محمد صلاح. خط الهجوم مصطفى محمد واسامه فيصل. احنا طبعا اتكلمنا عن ان احنا انا وانا معاك زعلانين على احمد الشناوي، حتى ولو نفسيا ولو معنويا كان لازم يكون موجود على حساب واحد من الاربعه، لان ما فيش واحد من الاربعه احسن منه بصراحه. انا هقول لك احمد الشناوي كان لازم يبقى موجود. نعم. شايف ان معاك 5 دقايق بقى، ايه موضوع المنتخب كله كده يتلم في 5 دقايق. الشناوي حاله نفسيه. نعم. خروج من الحاله النفسيه الصعبه. انا اعتقد انه مش هيلعب المباراه. لا هو في قناعه مليار في المية، مش مليون في المية. كابتن حسام حسن ما بيعترفش باي حارس غير محمد الشناوي. اعتقد ده قولا واحدا، عشان أعتقد لما تيجي ماتش اثيوبيا، الماتش جاي هتلاقي كابتن محمد الشناوي هو حارس المرمى، ما تتفاجئش. اعتقد ان هيبقى موجود صبحي والشناوي تاني. اعتقد محمد صبحي هيبدا مباراه اثيوبيا والشناوي هيبقى احتياطي. اعتقد ماشي. اعتقد براحتك. عندي بس حاجات كده على احمد نبيل كوكا. اشمعنى؟ كان في الاهلي برضو اول ما جه كابتن حسام حسن كان بياخده وهو ما بيلعبش. ليه؟ طب ما احنا عندنا منتخب تاني معمول عشان نجهز بيه اللعيبه. نعم. لو انت عايز تجهز كوكا وبتحبه قوي كده وعايز مصلحته، طب ما يروح يلعب في المحليين ويلعب ماتشات ويجهز كويس وباخده المعسكر اللي بعد كده. ومين اللي كان يبقى بديله؟ شايف مين اللي اتظلم مكان كوكا؟ كوكا راح مجامله على حسابه. محمد شحاته. سوري. عندنا عمر جابر. عمر جابر من احسن الباكات اللي موجوده في مصر. ليه ما بيروحش؟ عندنا محمد شحاته يمكن الاصابه هي اللي بعدته. نعم. ولكن انت عندك النهارده علي فوزي اللي ما خدتوش. لعيب جيد جدا. نعم. شغال بشكل كويس جدا. من افضل اللعيبه. من افضل لعيبه موجوده في مصر دلوقتي ناحيه الرايت. من احسن الناس اللي مأديه موسم السنه دي رائع. فانت ليه ما تاخدوش؟ يعني انت النهارده في اختياراتك النهارده مثلا مروان عطيه ليه خدته؟ ما تاخد حد من الناس اللي في نص الملعب موجوده في اكتر من مكان موجود لعيبه كويسه. نعم. فانت ليه بتجامل؟ انت كده بتجامل. ولما بتجامل بتعقرب معاك. المدير الفني لما بيجامل بتعقرب معاك كوره. بس ان شاء الله مش احنا طبعا يعني بنتمنى ان شاء الله مش هيحصل. بنتمنى طبعا المكسب ونتمنى الفوز ده منتخبنا في الاخر. احنا كلنا يا استاذ كريم كلنا وطنيين. هو مروان محدش يختلف. احمد لسه حتى احمد عادل كنا بنتكلم في النقطه دي قبل الهوا. يعني مروان ده فيه لغز كبير جدا، لان وفقا للجهاز الطبي وفقا للجهاز الفني في النادي الاهلي يبتدي ينزل مثلا اول ما يرجعوا من الراحه السلبيه اللي واخدينها حاليا بعد مباراه بيراميدز. بالظبط. فيعني مش فاهم برضه، يعني مش فاهمها بجد. يعني لو الجهاز الفني في النقطه دي بالذات، بس هو مروان بقى لو جاهز وفت، مروان من افضل اللعيبه واساسي ورقم واحد يكون موجود. ايوه فت ازاي هو بقى له شهر ونص. انا بقول لك لو قبل كده لما كان بيختاروا يعني ما فيش يعني. لا ما احنا كلنا بنحب مروان. على مروان حمدي كلنا بنحبه بس عشان الناس تبقى الصوره واضحه. نعم. شوف لكن بنفس المقياس ده بقى كده انا اروح اجيب امام عاشور. بالظبط. انا اجيب بقى امام عاشور كان في المدرجات امبارح وبيقولوا جاهز بنسبه 85% يكمل ال 15% دول مع المنتخب ويبقى موجود ورقه رابحه معايا ولا حاجه يعني. ولكن نرجع نقول ايه؟ خلاص انا باحترام الاصابه وعدم ضمه عادي. احنا النهارده بنقول يا كابتن حسام انت راجل ان ادي للناس الجديده. انت عندك مباراتين مهمين ان شاء الله نكسبهم نصعد كاس عالم وتبقى الدنيا اتلمت وارتحنا والامور بقت كويسه. ولكن محتاجين بقى حته المجاملات ديت نبعد عنها شويه، عشان احنا داخلين على مرحله محتاجين ان الناس كلها تتكاتف وتقف مع بعض. وطبعا بنتمنى له التوفيق في مباراه اثيوبيا. نعم. وبنتمنى له التوفيق فيها ان شاء الله. ومنتخب مصر خلي بالك بيمثلنا كلنا، مش بس الواحد بس، ولا بيمثل حسام حسن ولا بيمثل العرب ويمثل افريقيا ويمثل 115 112 مليون مصري. كلنا ورا منتخبنا ورا كابتن حسام وكلنا مؤيدين لاختياراتك. احنا حتى لما بنقول ان في حاجه او بنستفسر عن حاجه ده للصالح العام. حتى ممكن الجهاز الفني بعد المباراه ان شاء الله نكسب وكابتن حسام يطلع يقول لنا مبرراته وحيثيات اختياراته في هذه القائمه. اخيرا كابتن رامي توقعاتك مباراه اثيوبيا؟ ان شاء الله مصر تكسب 2-0 او 3-0. بوركينا فاسو مصر هتكسب ان شاء الله 2-0. مباراه صعبه شويه هناك بس هنكسب 2-0 او 1-0 ان شاء الله. وخلاص بقى ناكد بقى الصعود لكاس العالم ان شاء الله باذن الله. كابتن رامي شرفتني ونورتني حبيبي يا نجم مصر. انا دايما بتشرف بالتواجد معاك. والله العظيم كنت وحشني. برضه ده مش هيمنع ان احنا هنطلع دلوقتي على العشاء على طول. ما تنساش انت حبيبي على راسي. حبيبي. أعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا، لكن كلامنا ابدا عمره ما ينتهي في كلام في الكوره. بكره ان شاء الله كلام جديد وضيف جديد. تصبحوا على الف خير.